بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم. لو أنت جربت كثير من مزيلات العرق أو مضادات التعرق، ومع ذلك بتلاقي برضو لسه الريحة مش بالشكل اللي أنت بترغب فيه، أو الريحة لسه وحشة، تعالى أقول لك على سر من الأسرار، اللي هو مش سر يعني، بس في ناس تعرفه وفي ناس لسه بالنسبة لها سر. تمام. ازاي تسيطر على الموضوع ده، وازاي تخلي يعني مزيلات العرق العادية اللي انت بتستخدمها ان شاء الله تجيب نتيجة كويسة جدا جدا مع حضرتك. طبعا اتمنى دعم حضراتكم، واتمنى انك انت يعني تدوس على الاعجاب لو عجبك الفيديو، او تعطيني نصيحة لو الفيديو ما عجبكش او في اي ملاحظات. ولو في اي استفسار يا ريت تكتب في التعليقات، واللي تكرم علينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. اهلا بحضراتكم من جديد. لو حضرتك من الناس اللي بتبذل مجهود بدني كبير زي الرياضيين، او لو حضرتك من الناس اللي مش بتنفع معاها مزيلات العرق التقليدية العادية، يعني مهما استخدمتها بتظل الريحة يعني زي ما هي، مفيش تغيير وبتنزعج من ده. أو لو أنت من الناس اللي عندها حب الشباب تحت الإبطين وفي المؤخرة عزكم الله. أو لو حضرتك من الناس اللي بيزيد معاها العرق الخاص بالتوتر، لأن نوع العرق ده بتتغذى عليه البكتيريا، وجربت أنواع كثير من مضادات العرق ومجابتش نتيجة. فده الحل اللي استخدمته ناس كثيرة جدا وجاب معاهم نتيجة طيبة: محلول أو غسول البانوكسيل، وهو المادة الفعالة بتاعته بنزويل بير أكسيد. في منه تركيزين 4% و10%، يفضل إنك تستخدم ال4%. طريقة الاستخدام بتاعته ومين الناس اللي ممنوع يستخدموه، آه، ومزيلات العرق اللي ما تنفعش نستخدمها معاه. بالنسبة لطريقة استخدامه، طبعا بعد تبليل المنطقة وغسلها بالماء الفاتر بتاخد كمية بسيطة من البانوكسيل 4%، وبنضعها في المنطقة سواء تحت الإبطين أو في المنطقة اللي هي بيطلع منها العرق كثير. تمام. بحيث إن هو يقتل البكتيريا. يعني إيه؟ نتركه كده من دقيقة لدقيقتين مع طبعا التدليك الخفيف، وبعد كده بنغسله بالمية بعد الدقيقة أو الدقيقتين. ده بالنسبة لطريقة الاستخدام، يعني زي كده غسل بهذا الغسول. تمام. نغسل كده بيه مع التدليك ونتركه دقيقة إلى دقيقتين. تمام. مين الناس اللي مينفعش يستخدموه؟ طبعا الحوامل والناس اللي هي لازم تستشير الطبيب في أي شيء. ده يفضل إنها ترجع للطبيب. الناس اللي بشرتها حساسة مينفعش تستخدمه. أيضا الناس اللي هي بتحتاج إلى ترطيب أو يعتبر تبع البشرة الحساسة، أيضا ما ينفعش أيضا يستخدمه لو عندهم يعني تحسس من المادة نفسها. تمام. ايه مزيلات العرق اللي ما ينفعش نستخدمها معاه؟ يعني انت طبعا بتستخدم مزيلات العرق العادي بتاعك، بس يفضل انه يكون يحتوي على ترطيب، ويفضل انه لا يحتوي على كحول او اي مادة مهيجة. ونخلي بالنا ان هذا الغسول لو نزل على الملابس بيبيضها، بيعمل لها زي بيبوظ لونها يعني، فنكون حذرين في هذا الامر. وإن شاء الله روائح طيبة ونتيجة طيبة وصيف أحلى. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.